مصطلح في علم النفس بدأ يظهر كتير قوي دلوقتي، هو الطفل الداخلي. يعني إن إحنا كلنا في جواتنا أطفال. أنت شحط كبير، أنا شحطة كبيرة، في جوانا طفل داخلي. طب الطفل ده بيعمل إيه جوه؟ إزاي يبقى في طفل جوايا؟ أنا إنسان مسؤول، أنا إنسان عندي فواتير، أنا في إنسان عندي قهوة لازم أشربها عشان أعرف أكمل يومي. في الحلقة دي هنعرف إيه أهمية الطفل ده، وإزاي هو بيحرك حياتنا وبيحرك قراراتنا وبيحرك ردات فعلنا، وإزاي نتعامل معاه. يلا بينا. ازيكم يا حلوين؟ انا ديانا وده ديانا شو. هتكلم فيه معاكم مواضيع كتيرة ومهمة ومختلفة، بس دايما هيكون الهدف منها نخلي حياتنا اجمل واحلى وافضل لينا واللي حوالينا. هتعلم منكم، تعلموا مني، ويا رب اكون عند حسن ظنكم بيا. يلا بينا. زي ما قلنا في البداية هنتكلم عن الطفل الداخلي. بص يا عم، من واحنا اجلنا في بطن مامهاتنا لحد سن 7 أو 8 سنين، حياتنا وأفكارنا ومعتقداتنا بتتشكل من البيئة اللي حوالينا. كلام سمعناه أو اتقال لنا، تصرفات ومواقف حصلت قدامنا أو حصلت معانا، كل ده بيأثر علينا. وإحنا كأطفال كنا زي السفنجة بنمتص كل حاجة. وكمان ده هو الجزء اللي فينا المبدع، المرح، الفضولي، اللي بيكسر كل حاجة وبيفكفكها عشان يعرف إيه في جواها، بعد كده بيزعل لنا، إحنا عارفين يعني. بس هو الجزء الفضولي المبدع، اللي عايز يلعب، اللي عايز يستمتع، المرح. زي ما احنا قلنا ان احنا سفنجة بنستوعب كل حاجة حوالينا وبنلقطها وبنخزنها زي ازازة مية بتتملي مية، بس مش دايما المية دي بتكون نظيفة فبتأثر علينا. اللي بيحصل ان الجزء ده مننا مع الوقت ومع نضجنا وكبرنا وكترة المسؤوليات علينا والانبوتس اللي بنحط علينا، الجزء ده بيختفي في اللاوعي، بيبقى في العقل الباطن. ايه الكلام الكبير اللي انا بقوله ده؟ ماشي، انا حاسه ان بداتوا تناموا مني، فقبل ما تناموا صحصحوا كده معايا كده وفوقوا شويه، عشان الجاي دلوقتي هيكون تقيل شويه. الجزء ده اللي جوانا هو الطفل الصغير اللي جوانا. لو هو كبر على سبيل المثال في بيئه ان باباه ومامته دايما بيتخانقوا على الفلوس، دايما في زرزره في البيت بسبب الفلوس، هيتشكل عنده معتقدات سلبيه بالنسبه للفلوس. انا مش بلاقي الفلوس في الشارع، انا هقطع من لحم الحي واديكوا. حد بيصرف وحد مقرط، مش عارفين ايه اللي بيحصل، بس دايما في مشاكل. لما تلاقي حد مثلا معدي بعربيته وسمعت باباك او مامتك او حد تعرفه، طبعا يا عم، ما هو مامته اللي جابها له او بابا اللي جايبها له. ولو سمعت ان الفلوس سبب كل المصايب، ولو اتفرجت على الزعيم وهو بيقول لك الشعب لا بد ان يكون فقيرا، الفقراء يدخلون الجنة، هتشك زي ما قلنا عندك أفكار سلبية عن الفلوس. يا إما هتمسك عليها وتقرط عليها عشان تعرف إن مصدرها صعب، ما بتجيش بالساهل وفيها مشاكل، يعني بتزرزر نفسك واللي حواليك. يا إما هتبقى تبعزق كتير وتصرف كتير عشان تعوض الحرمان اللي اتحرمت منه وانت صغير. فلازم نلاقي البالانس. فعشان نلاقي البالانس لازم نحسن الأفكار دي. ده على سبيل المثال الفلوس. لو انت مثلا داخل خارج في علاقه توكسيك من دي لدي من دي لدي، اللي دايما بيتكرر معاك هي باترن، كل المواقف بيتكرر لكن مع اشخاص بوشوش مختلفه، نفس الشخص بيتكرر. طب ما مش معقوله كلهم غلط وانا اللي صح، يبقى انا في ايه اللي انا بعمله؟ لو انت مثلا ما تحبتش كويس وانت صغير واتعلمت ان الحب ده مشروط وانت لازم تتشقلب وتعمل اللي عشان باباك او مامتك يحبوك او يرضوا عنك، هتكبر تبقى مثلا لو انت مثلا في علاقه رومانسيه او في علاقه مع شريكك، دايما هتبقى شايف ان انت لازم تثبت نفسك ولازم تثبت استحقاقك، ولازم يعني تنط في حلقات وتعمل سيرك عشان الشخص ده يتقبلك ويقول انت شكلها حلوه وشطوره وقمره واموره. دي حركات دايما بتتكرر معانا، تصرفاتنا وردة فعلنا. لو مثلا ان انت متعود ان محدش يعمل اي حساب لمشاعرك، انت اتضايقت عايز تتضايق، اخبط دماغك في الحيط، ولو تعيط انا هديك حاجه تعيط عليها، او اتضربت وانت بتعيط، مشاعرك ملهاش قيمه. هتعلم ان انت تخرجش مشاعرك وما تعملش معاها بطريقه صحيه وطبيعيه، عشان عارف ان ده ضعف وانا لازم اكتم في نفسي. عشان دايما كان في باد reinforcement على انت توري مشاعرك او انت تتضايق. مشاعرك ملهاش قيمه فما توريهاش، تبقى كاتم في نفسك، واحيانا بتنفجر وتنعكس بشكل سلبي على نفسك وعلى اللي حواليك. ده كله بسبب البيئه اللي انت خرجت منها، ده كله بسبب مواقف حصلت معاك واثرت عليك وشكلت ردة فعلك في المواقف المعينه، شكلت ردة فعلك مع الناس اللي بتحبهم، مع مراتك او جوزك، مع اولادك، مع صحابك في الشغل، مع طريقتك في التعامل مع الفلوس. ده كله اتشكل وانت صغير. طيب دلوقتي انت كبرت وعايز تحسن من نفسك وعايز تعيش حياة افضل وعايز تعمل فلوس
وعايزة علاقتك تبقى كويسة. طب أعمل إيه؟ أول حاجة لازم تعملها إن تخلي وعيك الذاتي يعلى شوية شوية. في كتير ناس عايشين إن ده الطبيعي، أنا طبيعي أبقى متزرزر، أنا طبيعي إن أنا أهري وأنكد في نفسي، أنا طبيعي أتشقلب وأحاول أثبت نفسي للشخص اللي أنا قدامه. طبعا لازم نوري يعني أحسن ما فينا للأشخاص اللي بنحبهم، لكن ما يوصلش لمرحلة الأفورة ومرحلة إن أنا بعمل كده عشان أنا حاسس إن مهما عملت مش كفاية، مهما عملت أنا مش هتحب. وأنا لازم أعيد السيناريو اللي كان بيحصل معايا وأنا صغير، لازم أعيد دلوقتي وأنا كبير وأعوض وأخلي الشخص مثلا بابايا أو مامتي اللي ما كانوش راضيين عني، لازم أخلق السيناريو ده تاني مرة وأحسن من تصرفاتي والشخص ده اللي قدامي يحبني. ومعظم الأوقات ده ما بيحصلش، الغلطة بتتكرر والمواقف بتتكرر، وبقى عندك إيمان واعتقاد ان الناس وحشه وانا ماليش حظ وانا مش محدش بيحبني. فكل موقف بيتكرر معاك بيعزز التفكير ده. لو انت تخيلت ان انت طفل صغير، هل انت هتحسسه ان هو مش محبوب، ان هو دايما هيتبهدل ودايما هيتهزق ودايما لازم يثبت نفسه بطريقه او اخرى عشان انت مزرزره ومش محسسه بالامان العاطفي؟ لا. فتاخد بالك من تصرفاتك ومن ردات فعلك. الناس اللي قدامنا دي مراية، المواقف اللي بتحصل معانا دي مراية عشان تورينا احنا عندنا مشكلة لازم نعدلها. طبعا احنا مش بقول انت تقعد تفصص في نفسك، لا انا فيها مشاكل، لان دي طريقة سلبية انت تمشي فيها حياتك. لكن شوف الجرح فين ونحاول نعمل له إعادة برمجة. الحاجات اللي اتعلمناها زمان نراجعها ونشوف هل هي مفيدة دلوقتي ولا مش مفيدة. هل اعتقادك ان مثلا لو انت بنت ان انت لازم دايما to extend yourself وان انت لازم تضغطي على نفسك عشان اللي قدامي يتقبلك ويحبك ويقول جميله حلوه ومش عارفه لا، انت تحب زي ما انت او انت تحبي زي ما انت. برجع وبقول مش معناته احنا ما نتحسنش ومش معناته ان احنا ما نطلعش الحلو اللي فينا، لكن ما يبقاش هدف بس عشان ارضي اللي قدامي، لكن عشان انت لو بتدور على الموافقه وبتدور على التقبل من اللي حواليك عمرك ما هتعيش مبسوط. طب اعمل ايه دلوقتي؟ الطفل اللي جواك محتاج حنيه. مش طبيعي ان انت ماشي عندك ديزيز تو بليز، عايز ترضي كل اللي حواليك وتيجي على نفسك. مش طبيعي ان انت تفضل تضحي في نفسك وتحرق في نفسك عشان اللي حواليك. مش طبيعي ان انت ما يكونش عندك حدود عشان انت ما عرفتش اساسا تبني حدود وانت صغير. حاجاتك كان بيتفتش فيها، الجورنالينج او التدوين بتاعك كان بيتقري، ده حسسك بعدم الامان وانت صغير. فمش طبيعي انت تحس بالشكل ده على طول وانت كبير. فنعمل إعادة برمجة. أهالينا اللي طبعا لما ربونا عشان ما نجيش نقول لا بابا وماما هم سوا، بابا وماما سوا، هم عملوا اللي يعرفوه في الوقت ده. مسؤوليتك انت كشخص بالغ وناضج ان انت تظبط البرمجه دي. جيل زمان غير دلوقتي. احنا بقى عندنا وعي كافي، بقى عندنا مصادر كفايه قوي ان انت تعرف ايه اللي بيحصل معاك، او انت ليه بتتصرف بالطريقه دي، او ليه مثلا فلوس ما بتقعدش في ايدك. ايه المعتقد المحدود اللي عندك اللي مخلي فلوس ما تقعدش في ايدك، او مش عارف تعمل فلوس مثلا؟ ليه شايف مثلا لو انت فكرت فيها وقلت مثلا طب انا طول عمري شايف ان الفلوس دي وحشه، والناس اللي معاهم فلوس يا اما تجار مخدرات يا اما تجار اسلحه يا اما بيعملوا حاجات وحشه، فانا مش عايزه ابقى وحش، فمش عايز فلوس تبقى معايا. افتكر انت كنت بتسمع ايه، افتكر انت ايه المواقف اللي حصلت قدامك حسيتك ان الفلوس دي وحشه. ده بالنسبه للفلوس، ده بالنسبه للعلاقات. في الزمانات من 15 سنه كده افتكر كان عندي حاجه اسمها existential crisis. حسيت ان انا ضايعه وتايهه، انا مش عارفه انا ايه، انا مين، وحسيت ان انا وحشيت. ما بقاش عندي الحيويه، ما بقاش عندي الطاقه، ما بقاش عندي حب للحياه زي ما هو دايما عندي. في حاجه مش مظبوطه. بصيت على نفسي في المرايه، ايه اللي حصل؟ انتي حصل معاكي ايه؟ انتي مين؟ انا ما اعرفكيش وانتي غريبه عليا. فانا كان لازم اقعد مع نفسي وافتكر. طب افتكر ازاي؟ قعدت افكر وانا عندي 7-8 سنين، ايه الحاجات اللي كانت بتبسطني، ايه اللي انا كنت بحبه اعمله وكان بيحسسني كده بانتعاش وبحيويه. افتكرت انا بحب امثل، بحب اعمل استعراضات. لما بتفرج على مسلسل او فيلم بقف قدام المرايه وامثله. لما اقعد اقرا روايه اقعد اقلد الشخصيات دي وانا لوحدي في الاوضه، اقعد افتكر، اقرا السيناريو وافتكره واعيده وامثله. كنت ببسط قوي وانا بعمل كده. كنت بحب ارقص، كنت بحاول اقعد ارسم والون. انا بقيتش اعمل الحاجات دي. اتطفيت. الجزء الطفولي اللي جوايا ما بقاش عارف يلعب، ما بقاش عارف يستمتع. بقيت مشغوله، عايزه اجي اعمل، عايزه ادفع البيلز اللي عليا، عندي مسؤوليات، عندي كذا وكذا وكذا وكذا، وعندي مليون حاجه ومضغوطه. الطفل اللي جوايا محتاج شويه اتنشن. الجانب الابداعي الفضولي الحيوي اللي فيا كان بدا يخمد، بدا يتعب. وبدات كل المعتقدات المحدوده عن كل حاجه حواليا، سواء عن فلوس سواء عن علاقات. انا كنت في علاقه منيله ب60 نيله وما كنتش عارفه اشوف، ما كنتش عارفه اعرفني فيها، كان انا اختفيت. فلما قعدت افتكر هي دينا كانت بتحب تعمل ايه،
افتكرت ان فعلا وانا صغيره كنت بحب اعمل كده. انا وانا صغيره كنت عايزه ابقى ممثله، عايزه ارقص، عايزه اعمل استعراضات، كنت ببسط بيها قوي. عملت ايه؟ رحت دخلت سجلت في ورشه تمثيل، ورشه ارتجال كوميدي. افتكر اول مره كنت خايفه قوي قوي، كاني اول مره بعملها. ما كنت بعملها قوي وانا صغيره لكن انا نسيت، كنت عايزه افكر نفسي. ولما بدات ادخل في المود افتكرت، كان احساس رائع. انا دلوقتي لما بقف على مسرح مش انا اللي بقف، البنت اللي عندها 5 سنين هي اللي بتقف، عشان هي واثقه من نفسها، مش مستنيه ترضي حد، مش مستنيه حد يقول لها شاطره وشطوره وقمره واموره. كان بيتقال لي كده برضه، بس يعني انا واقفه على المسرح بس نسينا. فلما بقف على المسرح بفتكر انا مين. هي بتطلع مكاني عشان هي اقوى مني، عشان هي اجرأ مني، عشان هي لسه ما لوثتش التفكير بتاعها بالمعتقدات ان انت مش كفايه، ان انت لازم تعملي كتير، وان انت لازم ترضي كل اللي حواليك. لا، طالعه واثقه ولا حد فارق معاها، ولابسه توكه وحتى وعامله عامله مهرجان في شكلها، محدش فارق معاها. هي دي اللي بتطلع معايا على المسرح، هي اللي بتطلع معايا وانا بمثل، هي اللي احيانا بتيجي بتقدم معايا وانا بتكلم معاكم. اذا انا مثلا كنت حاسه نفسي خايفه او اي حاجه، بفتكر هي الثقه بتاعتها بتيجي منين، هي اللي بتطلع لقدام. في تمرين خدناه، افتكر زمان كنت في ورشه تمثيل، مش فاهمه وقتها، كنت لسه بدات اتعرف على نفسي. وقتها الكوتش بتاعنا قال لنا غمضوا عينيكم وتخيل نفسك عندك 5 سنين وانت 5 سنين، وواقف جنبك انت 5 او انت 5 سنين. هتقول له ايه؟ امسك ايده او ايدها وتقول له ايه؟ طبعا احنا كلنا واقفين مغمضين. اللي قال ما تخافش انا في ظهرك، اللي قالت انا بحبك قوي وانت جميله قوي ومناخيرك دي اللي انت مش عاجباكي جميله جدا، واللي قال ما تخافش انا عارف ان انت غلطت المره دي بس انا هتعملي كويس المره الجايه. كل حاجه كنا بنتمنى نسمعها واحنا صغيرين بدأنا نقولها لنفسنا واحنا كبار، عشان الطفل اللي جوانا ده لسه موجود، ما راحش في اي حته. فانت مسؤوليتك عليه ان تعيد تربيته وتعيد تحبه من اول وجديد. زي ما قلنا بابا ومامتنا عملوا اللي عليهم في وقت هما كانوا المعلومات عندهم محدوده، ما كانوش يعرفوا، لو عرفوا كانوا عملوا احسن. دي مسؤوليتك انت دلوقتي، انت تعرف انت عايز ايه وبتتصرف كده ليه. لما تكون انت في علاقه وحشه ودايما بتجذب نفس الاشخاص التوكسيك في حياتك، ايه المشكله عندك في ان انت ترسم حدود؟ طبعا واحنا صغيرين كان بيتغصب علينا مثلا نسلم على اشخاص في عائلتنا احنا مش عايزين نسلم عليهم او مش حاسينهم. طبعا احنا كاطفال، الاطفال بيحسوا بالانرجي بتاعت الاشخاص اللي قدامهم كانهم وحشين او حلوين. لكن روح سلم على عمه، روحي بوسي عمته، طب انا مش عايز، لا كنا بنتغصب، فمبقاش في احترام للحدود بتاعتنا. فلما كبرنا ما عرفناش نحط حدود بيننا وبين الناس اللي بتاذينا او الناس اللي احنا مش حاسين ان احنا تمام معاهم. نرجع نعيد ده من اول وجديد، نحط الحدود دي، نتعلم نربي نفسنا من اول وجديد، نتعامل مع نفسنا كنا عندنا 5 سنين او 7 سنين او 8 سنين. كن حنين. انا دلوقتي حاطه عندي على الشوفنيره صورتي وانا قاعده على انا بحط رجلي على رجلي وبرنسيسه. انا نسيت انا كنت بعمل كده ليه، انا نسيت ان كنت بحب البس فساتين ويبقى شكلي امور ولذيذ، نسيت. بعدين بدات افتكر انا كنت ايه، عشان دي الجزء الحقيقي اللي فيا، ده الاوثنتيك بارت، واعلى انرجي ممكن اي حد يوصل لها هي الاصاله اللي جواك، انت ايه من جوا. فنقعد قاعده مع نفسنا ونكون حنينين مع نفسنا. دلوقتي انا لما بغلط بقول مش بقعد الغباء ده، لا معلش اتس اوكي، عملت كده دلوقتي ترجع تصلحيها تاني مره. انا محدش كان بيتكلم معايا بالطريقه دي وانا صغيره. دي مسؤوليتي ان اتكلم مع نفسي بحنيه، ان ارجع اربي نفسي تاني، اني ارجع اتعلم حاجات وعادات صحيه اكتر، اتعلم ارسم حدود. الطفل اللي جوايا هو اللي بينبهني، هو مفتاحي ان انا يكون عندي ثبات انفعالي، ان انا يكون عندي راحه نفسيه، ان يكون عندي ابداع، ان يكون عندي انتاج. عشان دي الحته الحلوه اللي فينا. فنخلي بالنا من نفسنا. ولما تحس نفسك انت هتقسى على نفسك شويه وانت هتيجي على نفسك شويه وانت هتزرزر شويه، افتكر انت بتكلم طفل عنده 5 سنين، هتكلمه ازاي؟ كون حنين على نفسك زي ما انت بتكون حنين على اي طفل صغير. يا رب يكون الحلقه دي عجبتكم، ويا رب يكون فيها استفاده، ويا رب تكونوا حنينين على نفسكم وتطلعوا الجانب الطفولي الحلو كده، النغش اللذيذ اللي فيكم، عشان ده الحته الحلوه اللي فيكم. يا رب تكون عجبتكم الحلقه، ولو عجبتكم اعملوا لايك سبسكرايب وشير. اشوفكم الحلقه الجايه. باي.